حقق العديد من المنجزات أيضا، ولاعب لديه ثقل كبير جدا في الفريق وإمكانيات عالية، ومن رأيي الشخصي بأنه لم يأخذ حق الإعلامي بشكل كبير هذا اللاعب. طبعا أنا أشوف أنه مظلوم على المستوى الإعلامي، خصوصا في المراحل هذه ديال، خصوصا على المسابقة الجائزة الفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأنه الآن أصبح الكل يعتقد، النقاد أو بعض المحللين يحصرون الجائزة بين يامال وبين ديمبلي فقط، ونسوا أن هناك لاعب آخر كذلك ممكن يفوز بها، اللي هو اللاعب حكيمي. أول شيء إحصائياته وأرقامه اللي يتكلم عليها طيلة الموسم، مقارنته بينه وبين ديمبلي لاعب اللي كان معه في الفريق. أنا هناك أرقام، هناك يعني بعض. أول شيء أنه طيلة الموسم من بداية الموسم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم الجديدة MR News Plus. أول حاجة كنطلب من خوتي المغاربة كلكم تهزوا وتشتركوا في القناة هذه الثانية ديالنا اللي إن شاء الله غادي تكون عندها مستقبل زاهر، وهي اللي نبقاو نحطوا دائما فيها الفيديوهات الرائعة جدا. أصدقاء ديالي، أول حاجة نهضروا فيها اليوم يوسف شيبو كياخذ الحق ديال أشرف حكيمي، الصراحة المظلوم إعلاميا، والرد قاسي كان ديالو على المحللين ديال بين سبور، لا ابو تريكه، لا حاتم طرابلسي، لا عصام الشوالي، كوشي يامال، شي ديمبيلي، المقدمين ديال القنوات الامارات، ما القطريه ما فهمت حتى شي حاجه في هاد الناس هادو. واش اشرف حكيمي مغربي ولا عربي ولا اليهودي؟ اصدقاء ديالي، ولكن ما تخافوش، يوسف شيبو خدا الحق ديالو بالطريقه اللي كيبغيوها المغاربه. قبل مشاهده هذا الفيديو بغيت لايكات كثير لهذا الفيديو باش يطير ويوصل جميع المغاربه، وحتى هذوك القطريين والمحللين ديال بين سبور يوصلوا هذا الفيديو. يلا اخوتي المغاربه، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو نشوفوا الفيديو، موعدنا في نهايته. اليوم عندنا لاعب اسمه أشرف حكيمي، ظهير يمين، يلعب لباريس، حقق العديد من المنجزات أيضا، ولاعب لديه ثقل كبير جدا في الفريق وإمكانيات عالية، ومن رأيي الشخصي بأنه لم يأخذ حق الإعلامي بشكل كبير هذا اللاعب. طبعا أنا أشوف أنه مظلوم على المستوى الإعلامي، خصوصا في المراحل هذه ديال، خصوصا على المسابقة الجائزة الفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأنه الآن أصبح الكل يعتقد، النقاد أو بعض المحللين يحصرون الجائزة بين يامال وبين ديمبلي فقط، ونسوا أن هناك لاعب آخر كذلك ممكن يفوز بها، اللي هو اللاعب حكيمي. أول شيء إحصائياته وأرقامه اللي يتكلم عليها طيلة الموسم، مقارنته بينه وبين ديمبلي لاعب اللي كان معه في الفريق. أنا هناك أرقام، هناك يعني بعض. أول شيء أنه طيلة الموسم من بداية الموسم وهو متألق، ودائما مستوى ثابت، دائما يأخذ أكثر نقاط، كان تصنيف كان يأخذ في التقييم. ديمبلي متى بدأ الموسم؟ بداية الموسم كان سيء جدا، كنا احنا انتقدناه في العديد من المرات مع بداية الموسم، كان يضيع الأهداف، كان ليس منضبط، كان دائما كثرة الإصابات. لكن منذ يناير، منذ الفوز بكأس السوبر أعتقد هنا في الدوحة، تغير أسلوبه. يعني نصف الموسم الأخير هنا فين تألق فريق ديمبلي على غرار حكيم، اللي تقريبا من بداية الموسم واللاعب يؤدي بنفس الأداء بنفس المستوى، يسجل الأهداف. تكلم على مدافع ظهير أيمن، لعب 63 مباراة، عمل 13 أسيست وسجل 15 هدف. هذا ليس بوسط ملعب، وليس بصانع ألعاب، وليس بمهاجم، هو ظهير أيمن، وحاتم كان ظهير أيمن. ثاني شيء، عندك أول مدافع في التاريخ يسجل في ربع نهائي دوري الأبطال، يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال، ويسجل في نهائي دوري الأبطال، ولا مدافع سجل أهداف. ثالث شيء، تألق الكبير في كأس العالم للأندية، كذلك الاستمرارية في التألق في هذا الأداء، ولاعب اللي دائما أكثر لاعب يركض، لأنه دائما المسافة ديال الظهير الأيمن من الدفاع للهجوم تقريبا 80 متر أو 90 متر، يركض ثم يدافع، يهاجم ثم يدافع. يعني أن هناك بعض الأحيان دائما المهاجمين يكون هم المحط الانتباه والضوء، لكن لا ينسوا المدافعين. أحيانا لما يكون عندك مدافع، أول شيء يصبح كجناح، ثم يصبح كصانع ألعاب، ثم يصبح كمهاجم يسجل الأهداف. نعم صحيح. وأنا في اعتقادي من خلال هذه الإحصائيات وهذه الأرقام، أنا في اعتقادي أفضل بالنسبة لي يكون من أحد أكبر المرشحين للفوز بالكرة الذهبية. نعم. ويجب كما قلت إعطاء حقه، لأنه لاعب أدى أفضل موسم بالنسبة له في التاريخ، واعتقادي وهذا بدون أدنى شك احنا نتفق أنه حاليا أفضل ظهير موجود في العالم، لكن كذلك ممكن يتوج كذلك
بكره ذهبيه. يستحق ويستاهل افضل ظهير بعد حاتم طرابلسي طبعا اللي مسك لا احنا عجزنا انت مسكت ولا هدف مقارنه ما شاء الله حكيمي دخلنيش مقارنه مع حكيمي. لا. انا عجوز الان. لا انت كبرت. انت زين الشباب يا كابتن. كابتن انت عجوز، تصف نفسك بالعجوز بدون شعر ابيض. طب انا ايش اقول لك اللي شعر ابيض يا كابتن؟ وبما ان الحديث عن اللاعبين العرب ايضا، اليوم في نانت في عندنا مصطفى محمد. مصطفى محمد هو حاليا يلعب في نانت ويلعب اساسي في مباراه اليوم، والانباء تقول بانه ربما يذهب الى نيس، ممكن يروح باريس FC ايضا. هو اكيد لاعب مهم ولاعب ممتاز ومهاجم شاهدناه تالق بشكل كبير وعنده خبره وعنده تجربه، خصوصا مروره في غالاتا سراي ثم مجيئه الى الدوري الفرنسي اعطاه ثقه، اصبح لاعب يسجل اهداف، وهذا ما يحتاج. دائما هناك قله المواهب خصوصا على مستوى قلب الهجوم، ليس هناك مهاجمين صريحين نفس مصطفى محمد. كما قلت نتمنى له التوفيق. نعم. بالنسبه لي هذا فيما يتعلق بمصطفى. بالنسبه لانتقاله لا ادري، يعني لا ليس لدي اخبار انتقاله لفريق اخر ام لا. هو الان مع فريق نانت. نعم. للاعب يلعب بالرجلين بشكل افضل، وبالتالي يمكن الاعتماد اكثر على شوفالي والاستغناء وعدم التجديد لدوناروما اللي صراحه الموسم الماضي كذلك حتى لا ننقص من حقه كان احد اللاعبين المهمين في تحقيق فريق باريس سان جيرمان دوري الابطال. كان مميز تقريبا في كل المباريات مهمه، لان احنا دائما انتقدناه في السابق عندما كان يخرج فريق الباريس سان جيرمان من الادوار المتقدمه كان بسبب اخطاء دوناروما، لكن الموسم الماضي كان مميز وكان احد الاسباب لوصول. عنده لاعبين كثر، عنده لاعبين مهمين وعنده لاعبين شباب اعتماده اكثر شاشه، وهذه عقليه لويس إنريكي دائما يعطي فرصه للاكاديميه، حتى عندما كان في فريق برشلونه. نعم. حتى عندما كان كذلك في سالتا فيغو دائما يعطي الفرصه، وشان تغيير ربما سياسه النادي، اصبح الاكثر النادي يعتمد على لاعبين شباب، على لاعبين من اكاديميه فريق باريس سان جيرمان، عدم الاعتماد اكثر على اللاعبين الكبار و صرف مبالغ كبيرة. لا الآن أصبح هناك عقلانية حتى في عملية صرف وحتى عملية انتقاء اللاعبين ربما اللي يتماشون مع فلسفة وأسلوب باريس وأسلوب كذلك لويس إنريكي. ممتاز. اليوم 5 ألقاب ولا يزال لقب متاح له، قادر على تحقيقه في اخر الموسم، في اخر هذه السنه. فبمعنى لما ناتي نقيم لويس إنريكي مع الفريق الذي لديه والانتدابات التي قام بها وكيفيه مجاراته للمباريات، دائما الفريق اللي يكون مجهز بدنيا وذهنيا يكون هو الافضل، ليس دائما الافضل هو الذي يفوز. انا اشوف حتى وصول النهائي فضل تواجد 32 افضل فريق في العالم، حد ذاته انجاز فريق باريس سان جيرمان. هم يهم المداخل الماديه الاخير، هو اكيد انت تريد اللقب، من يصل للنهائي كثير من المداخل الماديه تساعد الفريق. اصدقاء ديالي خوتي العزاز، اول حاجه نقول لكم كيف جاكم الكلام ديال مقدم البرنامج. اول حاجه ويوسف شيبو الطريقه كيفاش كتحس به ساخط وما عجبوش التصرفات ديال النقاد العرب وبزاف ديال الامور، يعني علاش اشرف حكيمي ياخذش الحق ديالو، حيت انسان درويش، حيت ما كيهضرش بزاف، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم اصدقاء ديالي، انا بعدا يوسف شيبو برد ليا صراحه هذيك الغدايد ديال الاعلام القطري. المهم خلاصه القول اصدقائي الاعزاء، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، بغيت لايكات كثار، واش عرفتوا علاش؟ باش هذا الفيديو يطير ويوصل لجميع المغاربه في جون انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى كل واحد شاف القناه ديال MR نيوز بليس وباقى فيها سبسكرايب او الاشتراك باقى بالحمر برك عليها باش تولي رماديه. يلا اصدقائي الاعزاء، تهلاو لي في راسكم، وموعدنا ان شاء الله في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا MR نيوز بليس. السلام عليكم.